ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في دراما رمضان 2023. ومن المسلسلات اللي كان ليها تأثير قوي جدا مع الناس وفي الأرض وعلى كل الشاشات هو مسلسل رسالة الإمام، اللي الحقيقة يعني رجعنا كده لذكريات جميلة وخلينا نقعد نتابع ونكتب كوتس منه ونبدأ نعمل حالة مبهجة فعلا رجعها تاني ما كانتش موجودة بقالها سنين. عشان كده معانا الفنان نضال الشافعي عشان نعرف منه كواليس أكتر عن المسلسل. ألف مبروك على المسلسل. الله يخليك، الله يبارك فيكي. اولا ازي حضرتك؟ كل سنه وانت طيب والف مبروك. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانت طيب. الله يبارك فيكم وكل سنه وانتم طيبين. ربنا يا رب يجعلنا في هنا وسعاده دايما باذن الله. نضال، انتاج مسلسل تاريخي بالضخامه والاتقان ده يمكن حاجه ما شفناهاش فعلا من سنين كتير. انت كنت متوقع النجاح يطلع بالشكل ده والصوره في الاخر تبقى بالشكل المميز ده؟ بص، يعني انا دايما لما بتكلم في فكره انه رساله الامام ده انا بعتقد انه يعني في مانشيت كده بحب اقوله، هو عود احمد للدراما التاريخيه المصريه التي تليق بالقامه التاريخيه المصريه الكبيره في الفن، وتليق في نفس الوقت بقامه كبيره زي قامه الامام الشافعي، وهو قامه دينية وتاريخية مؤثرة في العالم الإسلامي كله، يعني وهو من المذاهب الأربعة اللي الأمة الإسلامية كلها بتنتهج كتير من اجتهاداته في الفقه يعني. صح. طبعا احنا الحمد لله يعني ليا الشرف ان انا كنت عنصر من ضمن العناصر اللي موجودة في هذا العمل، لانه هو فعلا عمل يسجل في التاريخ بكل المعاني، على مستوى الصورة، على مستوى الإنتاج، على مستوى الاهتمام بالتفاصيل، بكل التفاصيل. انت بتنتقلي، مش مجرد بتعملي او كنا بنعمل يعني مسلسل ديني فقط، ولكن احنا كنا بنعمل مسلسل تاريخي. صح. بينقل الحقبة التاريخية كاملة اللي كانت موجودة في عهد الإمام لما ساب بغداد وقرر إنه ينزل مصر، ومن مصر قرر إنه يعمل كتاب الفقه بتاعه المعتدل المتنور. فإن أنت تنتقلي انتقال كامل لحقبة تاريخية مختلفة تماما، وتشوفي مدينة الفسطاط اللي هي كانت عاصمة مصر وقتها كاملة بشكل مبهر، ديكورات، جرافيك، اهتمام بجد في الصناعه. يعني الشكر، كل الشكر بصراحه للشركه المنتجه ميديا هاب اللي سخرت كل ما تملك من امكانيات عشان يطلع العمل ده في ابهى صوره، والشركه المتحده طبعا سخروا في الحقيقه كل امكانياتهم ان هذا العمل يطلع بالصورة التي تليق بقامة مصر الفنية. احنا فعلا ما قدمناش مسلسلات تاريخية من حوالي أكثر من 20 سنة. فلما نيجي نقدم مسلسل تاريخي بعد هذه الفترة، فلازم يكون بصمة ولازم يكون علامة مضيئة تليق بحجم الفن المصري وتاريخ الفن المصري وتليق بتاريخ مصر في حد ذاته. يعني لما تيجي تعرض ومضة نور مضيئة في التاريخ الإسلامي، أعتقد أنه يعني عمل الإمام أو رسالة الإمام هو عمل مشرف بكل المقاييس، يعني لكل صناعه ولينا احنا كمصريين وكفنانين مصريين، حتى باشتراكنا مع الإخوة الفنانين العرب زي الأستاذ المخرج ليث حجو من سوريا، أستاذ طبعا عادل المغربي اللي عامل ديكورات. يمكن أنا بقول إنه يعني البحث اللي عمله وكم البحوث اللي عملها التاريخية عشان يطلع لنا في الآخر شكل مدينة الفسطاط دي، أعتقد يعني ياخد عليها دكتوراه يعني. طبعا صح، هي عودة قوية زي ما انت بتقول جدا للمسلسلات التاريخية، والناس عشان كده حبت المسلسل لانه حسوه دراما برضه وعي، لان مش ناس كتير بتقرا اللي حصل، والدراما بتساعد على ده، ان بتثقفنا، بتخلينا نشوف صورة حلوة، وانتوا ابدعتوا في ده. خليني انا اسالك عن اللغة، لان ده دايما سؤال بيجي في اذهاننا كجمهور.
هل المسلسلات دي مفروض تكون معتمده على اللغه الفصحى ولا اللغه العاميه ممكن برضو تساعد هنا، وانت بتميل لاي مدرسه؟ يعني هو اللغة العربية بتدي يعني نوع من أنواع الفخامة والجلال للحدث الدرامي اللي بنعمله. يعني حتى لما بنشوف بره الأجانب لما بييجوا يشتغلوا أو ييجوا يعملوا حاجة بيهتموا باللغة بتاعتهم إنها تبقى لغة مقعرة، يعني لغة ليها جلالها كده، بيحاولوا بقدر الإمكان يفخموها. فاحنا عندنا لغتنا العربية من أفخم اللغات على الكوكب يعني. احنا لما بنيجي نتكلم باللغة العربية ده بيدي جلال للحدث اللي احنا بنقدمه، بيدي قيمة كبيرة جدا جدا للحاجة اللي احنا بنقدمها أو الفن اللي احنا بنقدمه. في الحقيقة ليها صعوبتها وليها يعني مفرداتها اللي لازم الواحد يبقى متمرس فيها عشان يقدر يقدمها بالشكل المطلوب. لكن في النهاية هي مكسب كبير جدا. صحيح. ورسالة الإمام يعني مسلسل عندنا كانوا مراعيين فيه المؤرخين اللي كانوا موجودين معانا أو لجنة التاريخ اللي كانت موجودة معانا، إنه كان في مستويات في اللغة في مسلسل الإمام الشافعي، لأنه الإمام الشافعي طبعا هو جاي من الحجاز ثم ذهب إلى بغداد ثم جه إلى مصر، فلغة أهل الحجاز دايما كانت الفصحى. صح. لكن اللغة الأساسية اللي كانت موجودة في هذه الفترة في مصر كانت هي اللغة القبطية أو العامية البسيطة اللي كانت موجودة، حتى بذكاء شديد جدا. يعني كان في بعض الحوارات كان أول ما الإمام جه مصر كده وكان بيبتدي يخاطب الأفراد المصريين، فكان يقول إيه مثلا؟ هو يقول أشكر مع الشكر أو جزيل الشكر أو اللي هو الكلام الفخم ده. فلما قابل حد من الناس العادية فقال له متشكر، فرد قال له متشكر. يعني اللي هي بيستطعم هي اللغة المصرية. صح. إنه اللغة المصرية أو اللهجة المصرية أو اللكنة المصرية ليها جمالها وطعمها الخاص يعني.